5 6 سنين فاتوا لو كنت جبت شخص عادي وقلت له وانت قاعد في البيت على الركنه بتاعتك على اللابتوب بتاعك تقدر تعمل فلوس وبالدولار، تقريبا كان هيرد عليك رد مش كويس. نفس الكلام ونفس الموقف ونفس التشبيه بالظبط لو جبت حد النهارده في 2023 وقلت له ان الذكاء الاصطناعي هيساعدك في شغلك وفي الرد على الايميلات وفي كتابه المقالات وفي الفيديوهات والسكريبتات والفويس وكمان هيمنتج الفيديو، هو تقريبا هيشتمك مش هيرد عليك. بس بالفعل دي الحقيقه اللي احنا وصلنا ليها النهارده، والذكاء الاصطناعي بقى منتشر حوالين العالم ان هو بيخلص 90% من شغل الناس، ولكن مش كل الناس. يعني الناس اللي قدرت تستغل النقطه وتستغل الفرصه وتستغل فكره ان الذكاء الاصطناعي قادر يعمل حاجات كتير جدا، ولكن لو انت قدرت تتعلم ازاي تستخدمه صح. الشخص اللي من 5 6 سنين لو كان سمع عن الموضوع وقدر يتعلم مهاره فعلا ويشتغل عليها ويبني بروفايل من 5 6 سنين لحد النهارده، اعتقد ان شغله ووضعه هيكون في مكان تاني خالص، على عكس الشخص اللي خد الكلام بتريقه وتقريبا نفس مكانه النهارده من 5 6 سنين فاتوا. النهارده ونفس الكلام الشخص اللي هيسمع عن الذكاء الاصطناعي وهيقدر يتعرف عليه وياخد الخطوه ان هو يعرف معلومات اكتر ويطور نفسه فيه ويعرف ازاي يستخدمه صح وازاي يقدر يستغله في شغله، اعتقد بعد 5 6 سنين قدام هيكون في مكان تاني خالص. الذكاء الاصطناعي فعلا بيعمل طفرات كبيره دلوقتي في العالم، فلو انت ما استغلتش الفرصه وحطيت نفسك في بدايه الطريق اللي بيبدا ده وان العالم كله متجه ليه، تقريبا مش هتكون موجود ومش هتقدر تعمل اي حاجه في شغلك، وهتلاقي العالم كله بيسبقك مش الناس اللي حواليك بس. من اول النهارده تقدر تستخدم الذكاء الاصطناعي في كل حاجه، بس انت محتاج تتعلم شويه اساسيات، ازاي تعرف الويب سايت كلها، ازاي تعرف التولز اللي هي متخصصه في الشغل بتاعك، لو انت كونتنت كريتور، لو انت دكتور، لو انت مهندس، لو انت كاتب، لو انت مدرس، لو انت مبرمج. ودلوقتي فكره البرمجه بقت سهله جدا او بقت بتتسهل على الناس في كتابه الكودينج، ودي الحاجه الشهيره ان العالم كله بيتكلم عنها حاليا. وبالفعل الموضوع بقى حقيقه مش مجرد كلام ولا واقع، الذكاء الاصطناعي هيبدا ياخد شغل ناس كتير جدا. مش عايزين نتكلم في الموضوع ده لان هو مش هيبقى 100%، يعني مش هيقدر ياخد شغل العالم كله 100%، لان في الاساس احنا اللي صانعينه او احنا اللي عاملينه او العالم هو اللي متحكم فيه، ولكن هو فعلا هيقدر ياخد جزء كبير جدا من الشغلانات اللي ما بقيناش محتاجين فيها عماله بشريه، واللي الذكاء الاصطناعي بدا يعملها دلوقتي. ولو انت مش متابع فيه دلوقتي، مطعم ماكدونالدز شغال بالكامل بالذكاء الاصطناعي، مفيش فيه عامل واحد بس، فالموضوع فعلا كارثه. طيب ازاي تبدا تستغل الذكاء الاصطناعي وتبدا تاخد الفرصه بجد؟ اولا الموضوع هيختلف من شخص للتاني، والتولز هتختلف من شخص للتاني، لاننا كلنا مختلفين في الشغل وكل واحد عنده شغل معين وكل واحد هيكون محتاج جزء معين. فلو انت طبيب هتختلف عن مهندس، هتختلف عن مبرمج، هتختلف عن واحد بتاع فيديوهات، الموضوع كله بيختلف في طريقه الاستخدام. ولكن مهما كان انت شغلانتك ايه او مهما كان انت بتعمل ايه، تقدر تخلي الذكاء الاصطناعي يعمل لك جزء من الشغل ده. بل بالفعل دلوقتي حرفيا في ناس بتستخدم الذكاء الاصطناعي في 100% من شغلها، هم ما بيعملوش اي حاجه، هم مجرد عارفين التولز وعارفين الطريقه الصح اللي يقدروا يطلعوا بيها افضل نتائج من الذكاء الاصطناعي، وفعلا بيقدروا يخلصوا شغلهم كله من خلال الذكاء الاصطناعي وهم قاعدين حاطين رجل على رجل في البيت من خلال اللابتوب بتاعهم. فانت من هنا تبدا تحدد اول حاجه ازاي هتستخدمه، لان زي ما قلنا احنا كلنا شغلنا مختلف. فدلوقتي ادوات الذكاء الاصطناعي كبيره جدا، فهتختار الادوات اللي ممكن تساعدك في شغلك ايا كان بقى انت شغلك ايه، هتختار بناء على الاداه اللي موجوده دي. وبعد كده هتبدا تتعلم ازاي اصلا تدخل بياناتك للذكاء الاصطناعي. لو انت جبت شخصين بيستخدموا الذكاء الاصطناعي، بس شخص عارف هو بيعمل ايه وبيستخدم المعلومات اللي بيدخلها ازاي، وشخص تاني ما عندوش فكره، تقريبا النتائج اللي هيطلعوا بها من الموقع مش هتكون واحده، استحاله هتكون واحده، لان المدخلات او البيانات اللي بتدخلها للذكاء الاصطناعي عمرها ما هتطلع النتيجه اللي شخص تاني هيدخلها. لازم تكون عارف انت بتدخل له ايه وبتدخل له معلومات عامله ازاي وبتوصف له الحاجه اللي انت عايزها ازاي عشان يقدر يجيب لك ادق حاجه هو يقدر يعملها. فلو انت ما عندكش القدره او ما عندكش المعرفه والمعلومات ازاي تستغله صح وازاي تدخل بيانات صح والطرق المختلفه في تدخيل البيانات بناء على شغلك، مش هتعرف تستغله ولا تطلع منه النتائج اللي انت ممكن تكون متوقع انها تطلع بيه وتخلص بيها شغلك. تاني حاجه استغل المواقع المدفوعه. للاسف عايز اقول لك ان معظم المواقع بتاعت الذكاء الصناعي مدفوعه ولكن تستاهل، بس في البدايه بلاش تروح تدفع فلوس كتير جدا في مواقع انت ممكن ما تكونش محتاجها. انت في الاول هتشوف المواقع الفري او هتشوف الايام الفري تبدا تعمل عليها التجارب بتاعتك، هتشوف فعلا هل هو هيقدر يساعدك في شغلك ولا مش هيقدر. في عندك مواقع كتير بتديك جزء فري تجرب وتشوف اللي انت عايز تعمله على الموقع من اوله لاخره، تقدر تستخدم المده دي وتشوفها وهتشوفها تنفع معاك ولا لا. بعد استخدامك ده لما تتاكد ان فعلا الموقع ده هيساعدك في شغلك وهيفرق معاك، تقدر تدفع الاشتراك المدفوع بتاع الموقع ده وتستمتع بكل المزايا، وده هيساعدك في انك تطلع شغل احترافي وشغل بروفيشنال اكتر، لان مش كل المواقع بتطلع لك الدقه الكبيره او الاحترافيه في الشغل وبتكون فري للاسف. الحاجه المهمه والاخيره ما تطنش الموضوع وتكبر دماغك وتسيب نفسك، لان فعلا الموضوع خطير، ولو ما طورتش نفسك دلوقتي الموضوع هيكون صعب عليك جدا بعد فتره، لان هتلاقي العالم من حواليك عمال بيجري بسرعه البرق وانت مش عارف تلحقه. فدلوقتي العالم لسه بيبدا والفرصه لسه بتبدا والانطلاقه لسه ماشيه، الحق نفسك وواكب التطور وواكب التكنولوجيا اللي بتحصل عشان قدام ما تزعلش وترجع تعيط زي ما انت بتعيط دلوقتي على فرص الفريلانسنج وعالم الشغل الاونلاين اللي راح منك من 5 6 سنين واللي كان زمانك باني فيه بروفايل قوي ليك ولنفسك ولشغلك. فالحق نفسك دلوقتي وابدا استغل فرصه الذكاء الاصطناعي تاني، وخليك من اوائل الناس اللي استغلوا الفرصه واللي دخلوا المجال واللي قدروا يستخدموه
بشكل احترافي، لان كل ما تتعلم عن الادوات الحاليه اكتر، كل ما الادوات دي هتتطور، كل ما تعرف تستخدمها اكتر بعد التطور، كل ما هتطلع بيها شغل افضل. الفكره كلها فكره سكيلز، فكره مهاره، فكره معلومات، فكره ازاي تستخدم الذكاء الاصطناعي من خلال الطرق والبيانات اللي تقدر تحللها وتقدر تدخلها له بطريقه صحيحه عشان تخرج منه بافضل نتيجه ممكنه او افضل واعلى جوده ممكنه. العالم دلوقتي كله بيتكلم عن الفرصه، وفي فعلا ناس اجانب كتير جدا بيتكلموا على يوتيوب عن الموضوع ومطلعين من وراه مئات الدولارات. حرفيا في ناس عملت ملايين. انا عارف انك ممكن مش مقتنع بكلمه ملايين، بس فعلا دور على يوتيوب وهتسمع اراء الناس وهتشوف الطرق اللي عملوا بيها ملايين الدولارات من خلال الذكاء الاصطناعي في الفتره القصيره اللي بدا يشتغل فيها، مش هقول لك من زمان. شكرا جدا انك وصلت لحد هنا، رب يكون افدتك حتى لو بشيء صغير. ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان ده بيساعد، اشتراك في القناه لو انت مش مشترك، وسلام.